لم يستطع انفصال تشيندوف البوليزاريو الصمود أكثر من 24 ساعة في وجه الارتدادات التي خلفها القرار الإسرائيلي الأخير بالاعتراف بمغربية الصحراء، الذي انضاف إلى سلسلة الاعترافات المتوالية بسيادة الرباط على أقاليمها الجنوبية، لتخرج الجبهة الانفصالية ببيان اعتبرت فيه أن هذا الاعتراف لا قيمة قانونيا ولا سياسية له. البيان عينه حذر المجتمع الدولي على الطريقة الجزائرية مما وصفها بالتداعيات الخطيرة المترتبة عن التحالف الإسرائيلي المغربي والسعي إلى استغلال الحرب في الصحراء لتطبيق أجندة تخريبية مشتركة أمنية وعسكرية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل عموما. المتأمل في لغة البيان الصادر عن الجبهة الانفصالية الذي تبني خطابا عاطفيا في محاولة للتأثير على الرأي العام الدولي واللعب على وتر القضية الفلسطينية التي طالما عبر المغرب عن موقفه الواضح منها، إضافة ربط الاعتراف الإسرائيلي بمسألة انتهاء بروتوكول الصيد البحري بين الرباط وبروكسل، لا يمكن أن يفوته أن يسجل حجم الانهزام النفسي والسياسي الذي باتت تواجهه البوليزاريو جراء نجاح المغرب في قلب معادلة النزاع لصالحه. طارق الثلاثي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية قال أن هذا البيان يؤكد حقيقة مرة بالنسبة للانفصاليين، وهي أن البوليزاريو فرض عليها إيقاع من لدن الدبلوماسية الملكية التي خلفت ديناميكية وإيقاعا سريعا حققت من خلاله المملكة المغربية انتصارات كبرى فيما يتعلق بوحدتها الترابية. وأضاف المتحدث عينه أن البيان هو إعلان رسمي عن التخبط الذي أصبحت تعيشه الجمهورية الوهمية في تيندو، مشددا على أن الأطروحة الانفصالية أضحت وهما تتشبث به فقط بعض الدول القليلة التي لا وزن لها على الساحة الإقليمية والدولية والتي تتابع أهواء البروتوكول الجزائري، ذلك أنها لا تدعم هذه الأطروحة إلا بمقابل. وخلص المصرح إلى أن جبهة البوليزاريو تعيش اليوم في عزلة كبيرة جراء فقدان أطروحتها لزخمها، وهو ما يمكن معه القول أنها أصبحت على مشارف نهايتها بصورة دقيقة.